السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اليوم غادي نهضروا على استقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ورحيله عن تدريب فريق الوداد البيضاوي، والذي أثبت هذا هو رفعه لمقطع على الإنستغرام شرح فيه الأسباب اللي خلته أنه يقدم الاستقالة ديالو بعد ما درب الوداد لمدة 3 أشهر. والسبب الرئيسي اللي تكلم عليه في هذا الفيديو هو أنه عانى من الانتقادات بسبب أن أداء الفريق تراجع بزاف في الدوري المغربي وخاصة في دوري أبطال إفريقيا اللي تأهل نصف النهاية عن طريق ضربات الجزاء. لكن الشيء الجميل في الفيديو هو أنه شكر الجماهير واللاعبين اللي دعموه وشجعوه لآخر رمق. الخليفة ديال غاريدو كمدرب للوداد هو البلجيكي فاند بروك الذي سيقود الوداد في باقي المحافل في الصراع على الدوري ومحاولة خطف دوري أبطال إفريقيا رغم سان داونز وصعوبته في نصف النهائي. ونتمنى الحظ لنادي الوداد خاصة مع المدرب الجديد وأن يعود إلى طريق الانتصارات، ولما لا يحصد دوري أبطال إفريقيا وينافس على الدوري إلى آخر مباراة. وكل توفيق لنادي وداد الأمة.